السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بسنة تالتة، أهلا بنجومنا، أهلا بحبايب قلبي. النهاردة هنحل اختبر نفسك، وهشوف مين الشاطر وهشوف مين الذكي والعبقري. يلا هنشوف أول سؤال. بس قبل ما ندخل في أول سؤال عاوز أطلب منكم طلب صغير، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا لي لايك واشتراك للقناة عشان يوصل كل الشرح الحلو ده لأصحابنا وأصحابكم الحلوين. السؤال الأول بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة. عاوز قيمة المكانية للرقم 7 في العدد. مين هيقرأ معايا الرقم ده زي ما اتعلمنا؟ أيوة، مين المهندس ومين الدكتورة، مين الشطار اللي هيقروا معايا الرقم ده صح. هنقول احنا قلنا لما نقرا الرقم نقراه من فين؟ من اليسار. ماشي، وجاي تاني كمان وكمان نقول مثلا هنقول 8745. هو عاوز القيمة المكانية لرقم 7. فين السبعة؟ اهي هنا السبعة في الخانة الكام؟ التالتة. يبقى كام؟ احنا قلنا الأول أحاد عشرات مئات، يبقى هنختار مئات. شاطر. باء قيمة الرقم 6 في العدد. يلا بينا، مين هيقولوا؟ 6232. هنا عاوز ايه؟ هنا عاوز قيمة الرقم مش القيمة المكانية. خلي بالنا من هو عاوز ايه بالظبط. 6 ايه هنا في مكانها؟ هنا خانة الألوف، يبقى هنختار 6000 على طول. تختار كده وانت ومغمض. جيم إذا كانت قيمة الرقم 5 هي 500، فإن القيمة المكانية للرقم 5 هي ايه؟ هو هنا قال كام؟ 500. مئات يا مس. صح يا شاطر، صح. ماشي. د 600 سنتيمتر هتساوي كام متر؟ احنا قلنا من الأول إن المتر فيه 100 سنتيمتر، يبقى احنا نختار كام؟ هنختار 6. يبقى ده فيه كام؟ فيه 6 متر. 2. اكمل ما يأتي. قيمة الرقم 8 في العدد 1894 هي. هنا قال ايه؟ قيمة الرقم كام؟ هنكتب 8 ونحط صفرين. باء 6000. طيب احنا عاوزين نكتب 6000، هنكتبها ازاي؟ هنكتب الستة الأول كده، ولو قال لك 6000 تساوي كام؟ هنكتب الستة ونحط جنبها 3 أصفار. ماشي. جيم 50 100 هتساوي كام؟ 1000. الألف فيها 10 ميات، يبقى 50 100 هيكون فيها كام؟ هيكون فيها 5، واحنا نحسب الصفر ده ونكتب 5000. د 60 100 هنكتب كام؟ 1000. طبعا انت هتقولي هنحذف الصفر ونكتب 6 بس. بصوا بقى، خلي بالكم هنا لو قالك 50 100 وتساوي وقالك 1000 هنكتب الخمسة بس لو هنا قالك 60 100 وما جابش هنا الآلاف يبقى هنكتب 6 و3 أصفار. الحاجات دي اللي بيكون مركز فيها هو الشاطر واللي بيذاكر واللي بيسمع الدروس مع مس نور. يا حبايبي يا حلوين، العلامات التكرارية التي تمثل العدد 11 هي ايه؟ يلا نعملها مع بعض. احنا قلنا ان كده 1 2 3 4 5 صح. هنعمل تاني 1 2 3 4 5 كده كام؟ كده 10. عايزين واحد تاني يا مس. ايوه عايزين واحد تاني كده عشان انت شاطر ومركز. واو 7 سنتيمتر هتساوي كام مليمتر؟ احنا قلنا
ان 7 سنتي، ان السنتي متر الواحد فيه 10 مليمتر، يبقى 7 سنتيمتر هتساوي 70 مليمتر. على طول هنزود صفر. 3. هنا اكتب أكبر عدد وأصغر عدد مكون من الأرقام الآتية. مين العبقري اللي هيجاوب معايا أول سؤال؟ د. احنا قلنا الرقم اللي بيكون فيه صفر كده وشرحناه في الدرس، ويا أطفالنا يا حلوين يا حبايبي اللي ما سمعش الدرس يدخل على القناة ويسمع شرح الدرس. أكبر عدد هو إيه؟ احنا قلنا عندما نكون أكبر عدد بنختار من أكبر عدد وبنكتب من فين؟ من اليسار. يلا مين هيقول لي؟ هنكتب الأول 6. شاطر. وبعده إيه؟ 3. وكمان إيه؟ 1. وبعدين 0. طيب احنا نكتب دلوقتي أصغر عدد هو. اللي هجاوب على السؤال ده تحدي ليكم، واللي هيجاوب على السؤال ده صح هيبقى شاطر وعبقري واحلى واحد في الدنيا. عشان يجاوب صح يوقف الفيديو ويحل السؤال ويدخل تاني ويشوف هو عمل صح ولا لا. اصغر عدد هو هنكتب 0. لا كده غلط يا مس، انا سمعت الدرس وعارف انت بتختبريني وهتشوفيني انا بعرف ولا لا. ايوه انت حلو وشاطر ومركز معايا، طبعا ما ينفعش نحط 0 هنا. طيب ليه؟ مين هيقول لي ليه؟ عشان الصفر كده ما يبقوش اي قيمه، وكده ما يبقاش عندنا عدد مكون من 4. فهنختار ايه؟ هنختار رقم 1. هنكتب اصغر رقم بعد الصفر 1 ونحط الصفر على طول بعدين نكتبه، وبعدين هنكتب الرقم الاصغر منه وهو 3، وبعدين رقم 6، وكده هيبقى الشاطر هو اللي حل السؤال صح. وممكن يبعت لي في التعليقات ويقول لي يا مس انا حليت السؤال زي ما انت حليتيه بالظبط. باء. اكبر عدد هو ايه؟ قلنا هنكتب اكبر رقم من فين؟ من الشمال. لا لو مش عارف ايه يعني ايه شمال، من الشمال. طبعا ليه بقول لكم شمال؟ عشان لو مش عارف يعني ايه يسار احنا نكتبه من هنا ونكتب. يلا هنختار. وانا خدوا بالكم انا بكرر كل الشرح اللي عملناه واللي سمعناه في الدرس. ليه؟ عشان التكرار بيعلم الشطار الحلوين اللي زيكم. هنكتب هنا ايه؟ 9. طيب بعد 9 في ايه؟ 7. ايوه 7. بعدين 2 صح، وبعده 1. ده كده باش مهندس اللي حل معايا السؤال ده واللي قبله. أصغر عدد هو إيه؟ يلا نختار أصغر عدد من فين؟ من اليسار. هنا 1 وبعدين 2 وبعدين 7 وبعدين 9. أنت حليت أكبر عدد كده هتكتب من الناحية التانية وتكتبه كده برضو على طول وأنت ومغمض. جيم. يلا نختار أكبر عدد. إيه هنا؟ مين هيقول لي؟ 5. أيوة سامعاك. وبعده ايه؟ 4 يا مس 4. ايوه شفتها. وبعدين 3. ايوه وبعدين 1. رقم 1 زيكم كده كلكم اول واحد على كل الطلاب. اصغر عدد هو ايه؟ هنختار اصغر واحد اللي هو 1 وبعدين 3 وبعدين 4 وبعدين 5. ماشي. د. اكبر عدد هو هنختار ايه زي ما اتعودنا؟ 9 وبعدين 8 وبعدين 6 وبعدين 4. طيب احنا عاوزين اصغر، هنعكس على طول 4 وبعدين 6 وبعدين 8 وبعدين 9. انتوا عارفين انا بحبكم قوي وبفرح قوي لما ادخل واعمل دروس واشرح. نفسي ربنا يعني يخلي كل اللي بعمله ده في ميزان حسناتي. نفسي تبعتولي وتقولولي احنا بنفهم من شرحك وبنحبك. هذا اكتر حاجة هتفرحني في الدنيا، اني انا اعرف ان في ناس بتتابعني، اني انا اعرف ان في عيال حلوين وانا قلت ايه؟ قلت اني بحبكم قوي. يلا السؤال اللي بعده. هنختار. شفت السؤال ده زي ايه؟ زي الف. ده ما حدش هيحله غير النجم والعبقري والباش مهندس عشان هو شاطر. هنا في 0 هنختار ايه؟
7 يبقى نكتب هنا 7 وبعدين 6 وبعدين 2 وبعدين 0. أصغر عدد هو طبعا مش هنكتب 0، هنكتب 2 وبعدين 0 وبعدين 6 وبعدين 7. خلي بالك السؤال اللي بيكون كده محدش بيعرفه غير الطالب اللي يكون مذاكر. واو، بص هو كده مكرر لنا كذا سؤال هنا وهنا وهنا عشان أعلمكم ويعودكم، وهو بيعمل برضو زي ما بقول لكم أنا، لأن التكرار بيعلم الشطار يا حلوين. واو، أكبر عدد، يلا نكتب هنا 8 6 3 0. طيب واصغر عدد طبعا مش هنكتب 0، خلاص هنعرفنا وتعلمنا. 3 0 6 8. 4 أجب عما يأتي. أكتب قيمة الرقم 7 في العدد 7679. 7000 يعني هنكتب هنا قيمة الرقم وهنكتب 7 وبعدين 3 أصفار. أكتب قيمة المكانية للرقم 4 في العدد 4. خلي بالك هنا قيمة الرقم، أما هنا القيمة المكانية. فين يا مكانه؟ 4 ألوف. تكتب كده بخطك الحلو وتكتب ألوف وأنت واثق من نفسك. ج. أوجد أكبر عدد وأصغر عدد يمكن تكوينه من الرقم. شايفين؟ وجاب لك 0. ليه 0؟ عشان يعرف أنت شاطر ولا لأ. طبعا أنا شاطر لأني بسمع الدروس مع مس نور وأنا فاهم الدرس. يلا نكتب الرقم. أكبر عدد هو إيه؟ 9. نكتب هنا 9 وبعدين 2 وبعدين 1 وبعدين 0. 9210. قيمة 2 هنا، قيمة الرقم العدد ده 2 كام؟ هنا خانات 100 يبقى أنا هكتب بيه على طول 200. أصغر عدد هو، يلا بينا نكتب 0؟ لا احنا خلاص اتعلمنا. لا يا مس نور أنا عارف، هنكتب 1 وبعدين 0 وبعدين 2 وبعدين 9. أنت عارف عشان حلو وشاطر، وأنت عارفة عشان حلوة وشاطرة وبتذاكروا. أنا بحب قوي العيال اللي بتذاكر. قيمة الرقم 2 في العدد هي هنا ايه؟ هنا ايه؟ هنا عشرات، يبقى هنكتب هنا 20.